تعملي ايه لو لقيتي جوزك مدمن على الافلام الاباحيه وبيحب يتفرج عليها دايما؟ اقعدي اتفرجي معاه. انت بتقولي اتفرج معاه ازاي؟ ده حرام. من عارف ان هو حرام، بس استني معاه للاخر علشان تعرفي ليه تقعدي تتفرجي معاه. في البدايه انت لازم تفهمي اساس المشكله، ان الراجل من وهو عنده تقريبا 12 سنه لحد ما اتجوزك وهو مدمن على الافلام الاباحيه وتقريبا بيشوفها كل يوم. فبمجرد ان هو بيتجوز بيحس خلاص ان انا في بيتي بقى ملكي، فاعمل فيه اللي انا عايزه مهما كان، وما يهموش بقى اي حد. ولو انت متخيله ان انت لما تيجي تواجهيه وتقول له انت ازاي بتعمل كده وده حرام هيخليه يبطل ان هو يتفرج، فاسمحي لي اقول لك ان انت غلطانه. لان حضرتك لازم تفهمي ان كميه مخ الراجل اتفرمطت تماما. انسان يتعود على حاجه من وهو صغير بيعملها كل يوم. وهديكي مثال، لو انت من وانت صغيره متعوده ان انت تستحمي مثلا بليفه معينه، هل لما تكبري وتتجوزي هتسمحي ان جوزك يستخدم نفس ليفتك، ولا انت اللي هتفضلي تستخدمي ليفتك انت لوحدك؟ ليه؟ لان دي العاده اللي انت اتعودت عليها. معنى كده ان دي عاده الانسان ارتبط بيها من هو صغير. ايوه، برضه انت ما قلتليش الحل. هنا بقى الحل، لما تلاقي جوزك بيتفرج على الحاجه دي حاولي تقنعيه قدر الامكان ان انت تقعدي تتفرجي معاه. واول ما تقعدي حاولي ان انت تلف وشك. هو هيستغرب، هيقول لك في حاجه، فهيكون ردك عليه بسيط جدا. هتقولي لي تخيل ان انا من كتره ما انا شايفاك راجل في عينيا وان انت سيد الرجاله، عيني مش قادره تنزل على عوره راجل تاني. ازاي ان انا تجيلي جراء ان انا اشوف انسان تاني عريان غير جوزي؟ وقتها هنا انت بتعالج جوزك بالصدمه، والصدمه لازم تحصل في نفس الموقف بالظبط اللي هو متعود يشوفه سنين طويله. وهنا بس الراجل هيبدا يفكر، طب هي كانت تقصد ايه؟ كانت عايزه تجرحني، ولا فعلا هي شايفاني كده كويس وان انا فعلا عيب ان انا ابص على واحده طالما هي كمان مش عايزه تبص على راجل غيري؟ وقتها بس الراجل هيبدا يفكر كتير، وبنسبه كبيره جدا الرجاله مش هترجع تعمل كده تاني. انما للاسف لو انت خدت الطريقه العكسيه ده هيكبر المشاكل اكتر، والراجل هيعاند معاكي وهيتفرج اكتر. وفي سر لازم تفهميه عن الرجاله، الراجل عمره ما يجي بالاوامر. كترة الأوامر الراجل هيعاند أكتر، حتى لو ما كانش عايز يعمل الحاجة دي هيعملها غيظا فيكي فقط. في النهاية بقى مستني تكتبي لي في التعليقات، هل انت تعرضت لموقف زي ده مع جوزك؟ وهل المشكلة لسه موجودة ولا هو بطل الكلام ده؟ ولو ما بطلش فانت عندك الفرصة ان انت تعملي اللي انا قلت لك عليه ده، وصدقيني انت الكسبانة.